بزاف على الغلاء وكذا وكذا. ولكن اسمحوا لي نقول لكم واحد القضيه، الاجور في المغرب خصها تبدل. 2000 درهم و3000 درهم ما كتعني والو، خصوصا في المدن الكبيره بحال الرباط وبحال الدار البيضاء. كي غيدير لهذا الانسان؟ وريوني كيفاش غيدير. هذه 30 عام ولا اكثر. لقيت واحد السيد في التران قال لي يا سي الكيران انا غير الكارو ديالي والقهوه والساندويتش في النهار 100 درهم. كيفاش غيدير هذا الانسان بهذه الفلوس هذه؟ الاجور خصها تتغير. الاغنياء ديالنا خصهم يفهموا واحد القضيه. سمحوا لي يا الساده الاغنياء المصالح، حنا ما كنحسدوكمش، طبعا ما كنحسدوكمش، ولكن هاد الاغنياء اللي ولاو منايريه بالدولار هاد الشيء ما خدامش، ماشي طبيعي. باين بنادم اللي كيربح على بدراعو باين شحال غادي يمكن له يربح. ملي تشوف الثروات ولات بالملايير ديال الدولار معناه انه شي حاجه ماشي هي هذيك، وان شي فلوس ماشي هما هذوك. بلا ما يجي السي عزيز يقول لنا انا باقي تنخلص لكم البوطه 100 درهم وهي ثمنها 140 درهم. حنا عرفناك باقي كتخلصها لانه ما يمكنلكش تحيدها، ما عندكش الرجله، ما عندكش الرجله باش تحيد البقص. ولكن كنقولوا لك حنا كنشكوا واش ديك 100 درهم كلها، واش ديك 100 درهم كلها خصها تخلص ولا كاين شي حاجه كتمشي في الدمشقي. نقول لكم انا بصراحه انا كنت رئيس حكومه كنعرف اش كنقول. ولهذا اليوم الاخوان في هذا المغرب خاص الشعب يوعى، خاصو يفهم الامور الاساسيه اللي عنده، ويكون كيدير المقارنه والمقاربه بين الكلام ديال السياسيين. راه السياسيين كيبقاو غاديين معاك شويه بشويه شويه بشويه حتى يوصلوك للهاويه وانت نايم في العسل. ونهار اللي كتوصل للهاويه، شوفوا الاخوان ديالنا في السودان دابا، كل سوداني كيعاني، انا تيتقطع لي القلب عليه. وكذلك الاخوان اللي في تونس، وكذلك الاخوان اللي في الدول اللي كتشبه هذه القضيه هذه. خاصكم تردوا البال للسياسيين اش كيقولوا، لانه بزاف ديال المغاربه تيقول لك اسيدي هذا الشيء ما بقاش مزيان. هذوك اللي صوتوا ب 10000 ريال باعوا بلادهم، هذوك اللي ما صوتوش حتى هما تحملوا مسؤوليتهم. العداله والتنميه لا في الفيرسيون الاولى ولا في الفيرسيون الثانيه احسن من احسن الحكومات اللي دازوا في المغرب. ان لم تكن الحكومه ديال الاولى كانت احسن حكومه، وهذا الشيء تيقولوه الناس اليوم، ولكن تيقولوه بيني وبينهم. اللي كيتلاقاوني تيقول لي سعد الا خليت علينا بدك تعاود ترجع، وتيقولها في الفيسبوك، جاي تقولها لي انا انت صوتي ضد الحزب ديالي وبغيتي نرجع. منين غادي نرجع؟ خاص المغاربه اليوم يردوا البال ويشوفوا راسهم شنو واقع وما يتصنتوش لاي واحد. ردوا البال لجوج حوايج اساسيين. ردوا البال للدين ديالكم، راه امور خطيره كتدار وغاديه تدار. دابا نتوما اباء وامهات غدا غتلقاو البسريات ديالكم كيبيعوا الشراب. دابا كيبيعوا الشراب، ولكن في بعض المناطق اللي كانوا فيها الفرنسيين شحال هادي دابا غتلقاوهم في البسريات بورنازين، حي المحمدي، وهذاك الساعات الولاد ديالكم. حنا واحدين مع المخدرات غادي يزيدونا هذا الشيء. دابا الاسره ديالكم خصكم تعرفوا بلي الاسره هي اهم شيء في المجتمع. الراجل والمراه والوليدات هما اللي كيرقنوا المبادئ. حنا يمكن نصبروا على الثمن ديال المطيشه ولا ديال البصله ولا ديال الزيت، ولكن ما نقدوش نصبروا على الدين ديالنا، لان بالدين ديالنا باش عشنا 14 قرن، وبالدين ديالنا باش يمكننا نستمروا الى الابد. ردوا البال للدين ديالكم وانتبهوا ودافعوا على الدين ديالكم. ما تخليوش عبد الاله الكيران بوحدو كيتكلم وبعض الرجال والنساء ديال العداله والتنميه وبعض العلماء. لا، خاصكم انتوما تتكلموا وتقولوا الوهبي هذا الشيء ماشي معقول وما لايقش بيك. انت انسان جيتي من تارودانت، وتارودانت في المنطقه ديال سوس، وسوس هي اللي كتصدر لنا الدعاة والعلماء وأئمة المساجد. كيف ترضى لنفسك أن تكون داعية من دعاة الفساد؟ أنت داعية من دعاة الفساد، أنت داعية من دعاة الاستبداد، وأنت إنسان فاشل. قلنا غير شي حاجة نجحتي بها، شلتي مع المحامي، شلتي مع أي حاجة مشيتي دير بها يديك. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال أنت الحكومة ديالك النهار اللي جيتي وما شفنا معكم الربح، وشدوا الله يجازيكم بخير في الملكية ديالكم، وشدوا في الملك ديالكم، وما تبقاوش تقولوا لي
كاين كذا كاين لونا، حنا عارفين داك الشيء كله، اللي عارفينها ما عارفينها واللي ما عارفينهاش سمعناها. ولكن البلاد الاخوان ملي كتكون قايمه على شي حاجه، الملك ديالنا ماشي رئيس ديال الدوله خاص تعجبنا السياسه ديالو، لا ماشي جبناه بالانتخاب، بيننا وبينه بيعه شرعيه ودستور كينص على انه هو سني الاسره تحكمنا منذ 4 قرون، جايه من اسر تحكمنا منذ 12 قرن. اي ارباك للاستقرار الذي بني على اساس الدين وعلى اساس الملكيه الذي سيؤدي ثمنه انا وانتم. انا كنقولها لكم اليوم باش ما تواخذوش عليا بالضبط. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.